عندنا شوية أسئلة متكررة كده عن الروماتويد عايزين نبدأ بيها النهاردة. مرضى كتير بتقول أنا باخد العلاج ومش متحسن عليه، إمتى نقول إن العلاج ده مش مناسب أو التشخيص خاطئ؟ السؤال التاني، العلاج بالأكسجين النشط، هل إيجابية تحليل معامل الروماتويد بيعني إن المريض ده عنده خلاص روماتويد؟ ازيك يا دكتور حسام؟ اهلا وسهلا دكتوره. اهلا بحضرتك. عندنا شويه اسئله متكرره كده عن الروماتويد عايزين نبدا بيها النهارده. اتفضلي. السؤال الاول، مرضى كتير بتقول انا باخد العلاج ومش متحسن عليه، امتى نقول ان العلاج ده مش مناسب او التشخيص خاطئ والعلاج غلط؟ طيب الاول بس اول 3 شروط عشان احكم اذا كان الدواء ما جابش النتيجه معايا ولا لا. اول حاجه ان اللي مديه دكتور روماتيزم، لان في كتير قوي من المرضى بيتعالجوا مع دكتور عظام. 2 ان التشخيص معاه كمان الادويه معاه تغير في نمط الحياه، يعني الحاجات اللي احنا بنقولها دايما مداخل المناعه الاربعه ونرجع للفيديو بتاعه، الاكل الصحي، نمط الحياه الصحي. 3 ان يكون عدى على الخطه العلاجيه دي الفتره الكافيه اللي نحكم عليها، اللي هي من 2 ل3 شهور. السؤال الثاني، العلاج بالاكسجين النشط. انا هجاوب على السؤال ده بطريقتين. الطريقه الاولى، هل انا اوصي بالاكسجين النشط لعلاج الروماتويد؟ لا، لان مفيش دراسات كافيه. حتى اخر ميتا اناليسيس او اخر دراسه كبيره معموله جابوا 77 دراسه منشوره في الدوريات العالميه على الاكسجين النشط في علاج الروماتويد، ومفيش غير دراسه واحده اللي اتقبلت وكانت نتيجتها متوسطه بالاضافه للعلاج، وبالتالي هو مش علاج موصوف من المؤسسات العالميه لعلاج الروماتويد. تمام. الاجابه الثانيه هو الحقيقه الاكسجين النشط الناس نسيت ان هو الاوزون، والاوزون الدوله المصريه واقفه استخدامه وزاره الصحه في اماكن كتيره جدا من حوالي 10 سنين 12 سنه، وقفت كل المراكز اللي كانت مسؤوله عن الاوزون. فانا مستغرب جدا ان كل اللي عملناه ان احنا غيرنا الاسم من الاوزون الى الاكسجين النشط وبدانا نتكلم عليه انه فتح طبي. ولازم تبقوا عارفين ان الاكسجين ممكن يبقى قاتل، مش دايما يبقى مفيد، وان احد الحاجات المسببه للروماتويد هو ذره الاكسجين النشطه او الفري اوكسجين راديكال. وبالتالي توصيتي لا، هو مش موصوف لعلاج الروماتويد. الحاجه الثانيه ان هو اصلا اسمه اوزون مش اكسجين نشط، وده مختلف خالص عن الاكسجين تحت ضغط عالي اللي هو الهايبرباريك اوكسجين، اللي هو ممكن يتاخد كجلسات علاجيه للاستشفاء اللي بيعملوه الرياضيين مثلا. وبالتالي لا، اللي بيتاجر بيه دلوقتي على ان هو علاج للروماتويد ما انصحش اي حد بيه. تمام يا دكتور. هل ايجابيه تحليل معامل الروماتويد بيعني ان المريض ده عنده خلاص روماتويد؟ هعيد وازيد، تشخيص الامراض الروماتيزميه تشخيص اكلينيكي بالكشف. 40% من المرضى عندهم تحاليل سلبيه. جزء من المرضى اللي عندهم تحليل روماتويد ايجابي ايجابيته كاذبه او معمول بطريقه غلط. يعني السبب مرض تاني زي فيروس سي، زي مشاكل في القلب، زي انه بياخد دواء مخلي معامل الروماتويد ايجابي، زي انه خد علاج لفيروس سي من فتره وخف منه. وبالتالي ما بنطلبش التحليل غير لو لقينا اعراض الكشف التهاب في المفاصل. فبالتالي التحليل لوحده غير كافي. عشان كده لما بيبعتوا لنا وزي ما بقول لك دايما وبنراجع مع بعض على الصفحه، مفيش حاجه اسمها تبعت لي تحليل وتقول لي التحليل دي تشخص روماتويد ولا لا، لازم تروح لاقرب دكتور روماتيزم لو مش قادر تجي لنا علشان يفحص مفاصلك. مظبوط. تمام يا دكتور. ازاي احمي نفسي من تشوهات المفاصل؟ ما العلامات التي تدل على تشخيص الروماتويد الخاطئ؟ هل ممكن اوقف العلاج شويه وبعدين ارجع اخد تاني؟ هل ينفع نبدا بالعلاج البيولوجي على طول؟